الآن جات اللحظة الحاسمة لطريقة عمل أحسن فسيخ وأحلى فسيخ وأطرى فسيخ زبدة تاكلوه في 4 أيام بس، بطريقة التخليل أو بطريقة التحميض. يعني انتي الطريقة دي يعني معناها يعني الكتم أو الدفن السمك قبل التمليح. تعالوا بقى هنشوف الطريقة دي مع بعض كلنا. الأكياس بتتفتح قدامكم اهي، ماشي؟ شايفين؟ اللي عايزه اقول لكم ان السمك ده في 4 أيام بس كان استوى، والسمك ده انا فاتحه عليه اليوم السادس، ماشي؟ واليوم السادس ده انا كان بعد ال4 أيام خدته حطيته في الفريزر عشان ما يحدقش في التلاجة. يعني السمك ده بقاله يومين كده في التلاجة. شفتوا كمية الطراوة دي وهو محطوط يومين في التلاجة؟ يعني اصلا لو انا جايباه من حرارة الجو مش من التلاجة كنت اتفرجت كمان على الزبدة. يعني في التلاجة، وحطيته في التلاجة بعد التخليل لان احنا مكناش هناكله على طول في نفس اليوم ده. وانت شايفة السمك عامل ازاي؟ زبدة بمعنى كلمة زبدة، وكمية دهون نازلة منه. شايفين المية؟ شايفين ميته عاملة ازاي؟ على فكرة انا هنا هقفل على السمك ده تاني وهدخله الفريزر، لان احنا مثلا بفتح عليه يوم الاربع واحنا هناكل الجمعة. يعني انا عملته ولسه قدامي وقت طويل للاكل، فهعمل ايه؟ حطيته يومين في التلاجة من تحت، وخفت برضو يحدق. طعمه سكر يا جماعة، تحفة، لا عادب ولا حادق، وزبدة سمك زبدة. يعني انت شايفة ازاي وهو طالع من التلاجة؟ فما بالك بقى لو انا مطلعاه من مكان او درجة حرارة الجو دي وبوريهولك، كنت اتفرجت عليه بقى كمان. وانا هاخده زي ما هو. انتوا شايفين انا بقفل عليه تاني اهو، وخدته والله حطيته في الفريزر ولسه في الفريزر لحد النهارده. انا بمنتج الفيديو ده النهارده الخميس، النهارده الاربع، وانا فاتحه السلام عليه عليكم التلات. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده فسيخ بطريقة التخمير، او بالطريقة اللي هي بالطريقة جديدة او بأسرار جديدة تخليه يستوي مني 5 أيام 4 لو السمك صغير وتاكلي منه. اول حاجة عملناها احنا جبنا سمك، ماشي؟ انا جايباه الصبح. على فكره السمك ده مش بوري، السمك ده يعني ايه مخلط كده، لان السمك البوري غالي، وانا جبته يعني من عند من واحده النهارده بتجيلنا على الباب كده. فطبعا إيه لما جبته جايباه الصبح بالظبط الساعه 10، فلقيته يعني شغال والجماعه عايزين ياكلوا فسيخ فجبته، فقلت هعمله فسيخ. فالمهم انتوا شايفين السمك اهي. انا البتاع ده السمك ده واخداه الساعه 10 الصبح. هو كان لسه جاي عامل الفسيخه زي ما انتوا شايفين اهي، صبحه وزي الفل، لسه جايه الصبح ماسكه نفسها. ما شاء الله عليها. يعني جايباها الساعه 10 الصبح، واحنا دلوقتي الساعه 10 بالليل. فاحنا الساعه 10 بالليل هنعمل ايه بقى؟ خدته بكياسه زي ما انتوا شايفينه في البلاستيكه، وحطيته في فرن البوتاجاز من 10 الصبح ل 10 بالليل، عشان احنا في الحر. شايفين السمك بدأت هتتنفخ، يعني ما اتنفختش كتير بس بدأت يعني تتنفخ، ماشي؟ يعني ما اتنفختش قوي، مش هنسيبها لما تعفن، يعني اللي هي تتضخم حجمها. هي ما تضخمتش قوي زي ما انا عايزه، بس انا يعني هعملها دلوقتي. ممكن نسيبها ساعتين 3 كمان، بس لا كده احسن، لان لو استنى للصبح في الحر ده السمك ده هيبوظ. فاحنا لما نبقى جايبين السمك من الصبح نسيبه نعمله اخر النهار بالليل الساعه 1 تمام. انما جايبينه بالليل نسيبه للصبح في الحر. ممكن يستنى اكتر لو في الشتاء، يعني في الشتاء ممكن يبات عادي. دي اسمها طريقه التخمير، بتبقى جميله جدا ومضمونه جدا واحلى فسيخ زبده. هغسل واحده معاكم نشوف هنغسل السمك كويس جدا ازاي. شايفين البوريه ما شاء الله عليه؟ انا اصلا مش حاساها، هي برضو بوريه حلوه، بس يعني مش البوري اللي هو البوري الجامد، او البوري اللي هو البوري المتعارف عليه. وبيبقى جميل على فكره ويقضي الغرض وبيبقى جميل. تعالى اقول لكم هنعمله ازاي. هنغسله اهو، هنغسل الخيشوم كويس جدا. والخطوه الاهم شايفين يا جماعه، عشان لو في اي حاجه جواه او اي حاجه جوه الخيشوم
تنزل وتبقى تمام. اهي شايفه صبعي، عشان صبعي بيدخل فيه اهي. هنعمل الفسيخ ده باحسن طريقه وبالمقادير واحده واحده. شايفين السمك اهو واحنا واقفين، شايفين؟ هحطها بحيث ان هي لو في اي حاجه في بقها، او ممكن تجيب كوز. استنى هنجيب كوز او شفشه هيكون احسن في الموضوع ده. اهو واقفه على يعني على بقه كده، عشان اللي احنا عملناه. هغسل واحده كمان معاكم وبعدين اخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني، عشان البنات اللي هي لسه مبتدئه. انا ما بغسلش السمك غير كده. سمك للفسيخ بقى مش للفسيخ. السمك ما شاء الله تحفه، سمك صابح وجميل جدا. دي طريقه التحمير يا جماعه، بتسوي السمك بسرعه جدا. شوفي بقى باللي يقعد تقول لك تنشفي المغشوش وتنشفي، لا احنا برضو مش هنسيب فيه الميه اللي هي الميه. يعني مسافه ما اخلص هبدا اشتغل فيه. هقول لكم بالمقادير بالمعلقه، وهقول لكم بالمقادير بالمعلقه، وهقول لكم على كل التركات. بس تابعوني واحده واحده وكملوا الفيديو للاخر. خلصت انا كده الكميه كلها غسيل ووقفتهم زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل مع بعض مقادير الايه، الملح، ونشوف ادواتنا انا جبت الملح اهو. هقول لكم على المقادير بالظبط بالمعلقه. انا السمك ده معايا هيغير. السمك ده السمكه منه 350 جرام، يعني مثلا الكيلو وربع 4، وكيلو ونص بس، يعني كيلو 300 جرام بالظبط كانوا 4. هنعمل ايه بقى؟ انا هعملهم بالمعلقه. كل سمكه من دي عشان انا مش عايزاه حادق، كل سمكه من دي عشان انا مش عايزه السمك ده حادق، هتاخد كل سمك من السمكه دي هياخد معلقه، وممكن هما 9 سمكات. ممكن ابقى احط معلقه كمان زياده في الاخر، يعني معلقه هرميه اهي. طبعا لو السمكه نص كيلو هتاخد معلقه ونص او معلقه وربع، بس معلقه وربع كبار من بتاعه الاكل. ادي معلقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ودي شويه كمان من عندي. طبعا ايه ده الملح الناعم اللي انا بستخدمه عادي خالص، ماشي. ده بقى الكيس ده فيه كركم، يعني انا دي شطه اهي بودره وده كركم. هحط اهوت الكركم اللي معانا ده والشطه الحمراء. حطيت الكركم اللي معانا على الخلطه اهو. كركم ودي شطه حمراء. هنقلب بقى الخلطه دي. لو ورق لوري بقى ولا اي حاجه اللي عايز يحطه، هو مش وحش بس هو مش محتاجه. لو في كركم اكتر او زياده شويه يبقى تمام وجميل والله، لان انا حاسه ان هو شويه، وانا بحب ازود له الكركم. بس وانا دول بعت اشتريتهم من هنا عبال من القريه، يعني عبال ما اجيب من دي سوق. وانتوا عارفين بقى طبعا بحب اجيب حاجتي من دي سوق، مش بحب اجيبها من هنا. الشطه عملت فيا ايه، فالحمد لله تمام كده. جينا عملنا خلطتنا. الكركم مش باين خالص. عملنا الخلطه بتاعتنا اهي. اول حاجه بحضرها لما انا اعمل فسيخ الكيس ده يا جماعه كيس السوداني. عارفين السوداني اللي هو الباليتات بتاعت السوداني؟ ده الكيس. المهم ايه، كيس جامد. يبقى عندك كيس جامد اهو، ماشي. الكيس جامد اهو. هحاول ارفع لكم شويه علشان تبقوا شايفين الحاجه وانا بعملها بالظبط.
ماشي. الظهر يا جماعه يبقى تحت. هوريكم واحده تانية عشان دي ما اتصورتش، كنت مفكره التليفون بيصور. الخيشوم اهو، باخد املى الخيشوم اهو من هنا ومن هنا. انا مليته اهو من هنا ومن هنا. ماشي. واحط دي دماغها يم هنا اهو، دماغها اهو اهو، وتبقى على السيف ده. بنوقف على السيف ده مش على البطن، على السيف ده اهو اهو، خلف خلاف يعني. مثلا اهو، ده اهم حاجه يا جماعه، من اهم شايفين اهو اهو اهو، خلف ديل في راس، ديل في راس، وتبقى واقفه على الظهر بتاعها. يعني نوقفها على الظهر بتاعها. اهم حاجه الكيس بتاعنا ده يا جماعه كيس بلتات من بتاعه السوداني، كيس جامد يعني، كيس مشمع، علشان بقى ما تحتاجيش ما تحتاجيش اللي هو الاكياس اللي هي الستريتش راب ده، عشان هو بيبقى غالي. ويعني احنا بنعمل حاجه بسيطه بقلل التكاليف يعني، فاحنا ما احناش عايزين نكلف نفسنا. فطبعا فده البديل. اهم حاجه اول كيس يكون جامد وما يكونش وما يكونش يعني ايه، وما يكونش خفيف عشان ما يتخرمش بسهوله. عشان الكيس اتخرم فسيخ باظ. اول كيس ده اتخرم فسيخ باظ. كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين اهو، راس في ديل، راس في ديل اهو اهو اهو، دماغ. وعلى سيف السمكه من هنا، من هنا على سيف السمكه من هنا تبقى محطوطه كده عليها. ماشي. هخلص الكميه واقول لكم انا هحط بقى في فوق ازاي برضه. احنا خلصنا كده الكميه. هرش رشه خفيفه على جسم السمكيه، رشه خفيفه يا جماعه، رشه خفيفه اهي. هنعمل بقى الباقي السمك ونحط طبقه تانية برضو، الطبقه اللي فوق، وبنفس الطريقه نملى الخيشوق، نملى الخيشوق ونحطه على سيف السمكه، ونحط من الخيشوم ونحط على سيف السمكه ونرصها راس في ديل، راس في ديل، راس في ديل اهي. عشان يا جماعه تابعوا الخطوات واحده واحده. والله يا جماعه ده اسرار يعني، ما اقولكمش ما تطلعش غير للغليل. مامتي طول عمرها يعني بتعمله للناس وكل اللي حوالينا وكل قرايبنا. يعني الفسيخ ده بيتكسر في الاعياد والمناسبات في بيتنا، ما اقولكمش. بس الصراحه ما بيبقاش سمك صغير كده، بيبقى سمك الاتنين في الكيلو، ممكن اكتر يبقى 2 كيلو. لو لقينا سمك واحده في الكيلو بيبقى يا جميل. فطبعا كميه الملح بتكون اكتر. يعني احنا ده حطينا له معلقه هرميه، السمكه تاخد معلقه هرميه منه علشان من بتاعه الاكل، علشان يعني ايه تبقى تمام، ما تبقاش حادقه، ما تبقاش حادقه. نرش على جسم البتاع. وبعدين ده كمان هيغيب عندي، الجو حر، فعايزاه يبقى يا دوبك مزبت كده وطعمه مقبول، طعمه حلو، ما يبقاش حادق. مش زي ما انتوا شايفين السمك اهو ما شاء الله. بقيه الكميه دي يا جماعه انا مستكتراها بصراحه، لان انا السمك ده هيغيب عندي، لان انا بخسر على 4 ايام و5 ايام. لا احنا متفقين ان الغدا، لان كلنا هنتجمع، فاحنا متفقين ان الغدا هيبقى الجمعه والنهارده الخميس. يعني هناخد شويه محترمين. نطلع الهواء بقى كده ونلف ونربط.
اهي يا جماعه السمك اهو. تاني عندك بقى كميه اكياس، حطي كميه الاكياس اللي هي ايه اللي فيها. الاكياس اللي عندك حطيها، كل ما يبقى عندك كيس كل ما تزودي بقى كام كيس على بعض، كام كيس. بس اهم حاجه اول كيس يبقى جامد وتمام، ما تعمليش بقى في ستريتش راب ومش ستريتش راب والكلام ده. كده حطيت له كيسين، بس انا في عايزين اكياس تاني. ثواني هجيب اكياس. جبت الاكياس اهو، كيس كمان. اللي عايزه اقوله لكم ان لازم يبقى في وسط الاكياس دي كيس اسود، بس انا ما لقيتش واحد كمان فانا حاطه واحد تحت، فخلاص كده مفيش اي مشكله. اهو ده اخر كيس اهو. ما شاء الله السمك اهو. عارفين انا هاخده بقى من هنا على البلكونه، هحطه كده مره، يعني طول اليوم من بكره هيبقى كده، بكره هعمله كده، اليوم اللي بعده كده في الشمس، اللي بعده كده، يوم كده ماشي. وبعد كده عايزه تدخليه، عايزه تسيبيه تمام، كل يوم على جنب، بحيث ان مفيش حاجه تبقى طريه او حاجه تبقى مزبده كده وحاجه ناشفه. بتقلبيه بقى في الشمس وهتاكلي احلى فسيخ ان شاء الله. يا رب اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله هنفتح عليه مع بعض، هوريك، هنعمل فيديو واستنونا هنفتح عليه مع بعض وهوريكم النتيجه، وانا عاملاها اصلا قبل كده على القناه ومنزلاه ماشي. يا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.